حكاية قديس وشهيد. تعالوا معانا نعرف قصة القديس نيكلاوس. كان القديس نيكلاوس ابن راجل اسمه أبيفانيوس وأمه اسمها تونا، وما كانش معاهم ولاد، وكانوا دايما يصلوا لربنا علشان يديهم نسل، وربنا يداهم ولد وسموه نيكلاوس، وكانوا ساعتها كبار جدا في السن. ولكن القديس تعلم تعليم الكنيسة وكان محب جدا لربنا، وكانت أسرته غنية جدا جدا. وفي يوم من الأيام راح اترسم شماس، وبعديها اترسم راهب، وكان في الدير اللي ابن عمه كان رئيس عليه، وعاش في النسك والجهاد والفضيلة. وبعد كده اترسم قس، وكان سنه 19 سنة، لكن كان محب جدا لربنا، وكان قس على مورال. وبعد كده سمع عن رجل غني كان عنده 3 بنات، لكن كان عايز يجوز بناته، لكن للأسف فقد كل فلوسه، لدرجة ان هو فكر ان هو يشغل بناته في حاجات تغضب ربنا. لكن في الوقت ده والقديس بيصلي كلمه الرب وقال له ان الراجل ده بيفكر ان هو يشغل بناته كده. فقرر القديس نيكلاوس انه ياخد مبلغ كبير من النقود ويحدفه للراجل في بيته، علشان الراجل ما يخليش بناته تشتغل في حاجة زي كده. وفعلا لما حدف كيس النقود من الشباك اخد الراجل الفلوس وفرح جدا وزوج بنته الكبيرة. وبعديها اتكرر مع البنت التانية برضو، راح حدف كيس تاني وبرضو زوج بنته التانية. وجي عند البنت التالتة قال لا انا عايز اعرف مين اللي بيعمل كده. فسهر طول الليل وليه ان القديس نيكلاوس حدف الكيس، فخرج يجري فشافه، فليه القديس نيكلاوس وقعد يتكلم معاه ويقول له ليه كنت هتعمل كده، وخلاه ان هو يعترف ان هو غلط، ان هو كان هيشغل بناته في حاجة زي كده. وبعد كده هو نايم القديس نيكلاوس شاف رؤية، شاف انه في حلة جميلة وفي كرسي جميل جدا، انه هو هيقعد على الكرسي الجميل العظيم ده وهيلبس الحلة على راسه، وكمان ان العذراء جاية وجايباله ملابس الكهنوت، ورب المجد يسوع المسيح جاي جايب له الانجيل. ففرح جدا. لكن بعد كده تنيح اسقف مورا. في الوقت ده ظهر ملاك الرب لرئيس الاساقفه وقال له ان لا ينفع في اختيار ان هو يكون اسقف على مورا، هيكون في الوقت ده خلوا نيكلاوس هو اسقف على مورا. وبعد كده جت ايام الملك ديكليديانوس، وجه الملك ديكليديانوس وامر انه كل المسيحيين يتعذبوا اللي ما يرضاش يعبد عباده الاوثان، وكان من ضمنهم القديس نيكلاوس. وتعذب القديس نيكلاوس عذابات كتير جدا، لكن كان ربنا ما بيسيبهوش ودايما بيشفي جروحه. وبعد كده راح القاه في السجن وسابه في السجن فتره كبيره جدا. هولك الملك ديكليديانوس مسك مكانه الملك قسطنطين، والملك قسطنطين كان محب جدا لربنا وللمسيحيين، فاخرجهم كلهم من السجن. اخرج معاهم القديس نيكلاوس ورجع لمكانه في الاسقفيه، وكان هو اسقف مورا. وفي الوقت ده كان فيه مجمع نقيا اللي هو سنه 325، كان علشان محاكمه اريوس. وفي الوقت ده كان هو موجود معاهم من ضمن الاساقفه الموجودين. والقديس نيكلاوس هو سانتا كلوز وهو بابا نويل. وتنيح القديس نيكلاوس يوم 10 كياه، وكان جالس على كرسي الاسقفيه 40 سنه. وبركه القديس نيكلاوس تكون معنا، ولربنا المجد الدائم الى الابد امين.